شوف، الا مازال ما جربتي نانو بانانا برو الجديد راك صراحه كتضيع بزاف. هاد الوحش ديال الذكاء الاصطناعي طالع بواحد القوه اللي ما عمرنا شفنا قبل. راه دابا كينشأ صور بجوده خياليه في ثواني، سينمائيه واقعيه انمي اللي بغيتي. وجربت السرعه ديالو والله كتخلي اي اداه اخرى كتبان بحال اللعب. وزيد عليها نانو بانانا برو دابا كيدعم العربيه رسميا، يعني كتبغى الصور والوصف وحتى المشاهده السينمائيه بالعربيه كلشي خدام كامل. ايوا جربوا وتهنى من الصداع. السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة تكنا. في هذا الفيديو غادي نهضروا على الضجة اللي دايرة جوجل حاليا. جوجل حطت الإصدار الثاني من نانو بانانا أو اللي سماتو نانو بانانا برو. هذا الإصدار صراحة غادي يغير النظرة ديالك على التصميم بشكل عام، سواء كنتي مصمم أو لا ماشي مصمم. من بين المميزات اللي جاب هذا الإصدار بالنسبة للعرب خصوصا هي اللغة العربية، أي أصبحت أنك قادر دير تصميم وتكتب فيه باللغة العربية. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش ممكن يساعدنا نانو بانانا برو في التصميم، كيفاش يقدر يعطينا تصميمات خرافية واحترافية. يلا تبع معايا الفيديو حتى الاخر. أول ملاحظة هي أنني إلا دخلت الأدوات ديال جوجل اي اي ستوديو، إلا لاحظتوا هنا غادي تلقاو عندنا نانو بانانا برو. إلا ضغطنا على هذا الرابط غادي يحولني مباشرة لهذه الصفحة. عندي هنا مجموعة ديال الإعدادات، منهم عندي هنا نانو بانانا برو. الأبعاد اللي ممكن تنشأ بهم الصور أبعاد متعددة صراحة. كذلك بالنسبة للجودة، ابتداء من الأنكا حتى الفوركا، يعني ممكن تنشأ صور بجودة عالية. الإشكال الكبير واللي صدم الجميع هو أن جوجل حطت هاد النسخة ديال نانو بانانا حطتها بالفلوس. يعني إلا بغيتي تخدم بها هنا على منصة جوجل اي اي ستوديو خصك ضروري الكود ديال الاي بي اي. هذا الكود هذا خص تكون عندك نسخة ديال جوجل الترا. النسخة ديال جوجل الترا الاشتراك فيها تقريبا واحد $300. احنا غادي نجربوا هذه النسخة ديال نانو بانانا برو على منصات وحدين اخرين. ممكن اننا نجربوها على منصة فلو. معروف منصة فلو هي منصة ديال انشاء الفيديوهات بامتياز، يعني كتنشأهم عن طريق الفيو 3 وطبعا كيخرجوا فيديوهات احترافية. وزادوا ضافوا فيها هنا الصور، يعني ممكن أن حاليا أنك تنشأ الصور على منصة فلو. إذا ضغطت هنا على الصور، على إيماج يعني الصور، وجينا لهنا ودرنا إنشاء صورة، غادي تلاحظوا هنا مباشرة عطاني نانو بانانا برو. ولكن ردوا البال، هاد نانو بانانا برو عطاني هنا البرو حيت أنا الحساب ديالي على جوجل هو جوجل برو ماشي حساب عادي. إلا كان عندك حساب عادي غادي يعطيك هنا فقط نانو بانانا، يعني النسخة الأولى ديال نانو بانانا. باش تحول الحساب ديال جوجل من حساب عادي لحساب برو طريقة سهلة ومجانية، راني داير فيديو على القناة، الرابط غادي نخليه في الوصف ديال هذا الفيديو أو لا في أول تعليق مثبت. تخليه تبع الفيديو من البداية للنهاية. الطريقة سهلة وبسيطة، وغتحول الحساب ديالك من جوجل عادي لجوجل برو، وغادي تستافد بالإضافة لهذه الأداة نانو بانانا برو من 1000 كريديت اللي ممكن تصوب بها 50 فيديو بالفيو 3 على منصة فلو، يعني شهريا كل شهر 50 فيديو. نرجعوا للموضوع ديالنا دابا. احنا ما غاديش نخدموا بهذه المنصة ديال فلو، غادي نمشيو للمنصة الثانية. أنا كنت هنا نشأت مجموعة ديال الصور باش ما نضيعش الوقت، غادي فقط نراجع معكم هادشي اللي درنا وغنشوفوا النتائج اللي عطانا طبعا. لا منصة جيميناي، على منصة جيميناي قبل ما تبدا كنجي لهنا كنضغط وندير انشاء صور. ولكن هنا ردوا البال، هنا ما تخليوهاش السريع، الا خليتها السريع غادي يدير لك الصور فقط بالنسخة الاولى ديال نانو بانانا، يعني حتى هاد العربية ما غاديش يكتبها لك على الصور بهاد الصيغة هادي. دونك غنديرو نموذج المفكر ونكتب هنا الوصف ديالي داكشي اللي بغيت. مثلا انا في هاد الصورة الاولى جيت لهنا درت تحميل ملف ودرت تحميل لهاد الصورة ديال قرعة ديال هاواي، وقلت له دير لي تصميم احترافي لهذا المنتج مع الكتابة بالدارجة المغربية، يعني هذه هي الرسالة اللي كتبت له هنا. ودرت الإنشاء، أعطاني هاد المنتج، هاد الصورة هذه.
صراحة ما عندي ما نقول، يعني تصميم كتار من رائع. إلا شفتو هنا الدقة في التصميم وفين حطها في البحر، يعني صراحة التصميم ما فيه ما يتعيب. حتى الكتابة كتبها لي هنا بالدارجة. الصورة الثانية، خديت جوج صور دخلت هاد المرة هنا. أنا ممكن ندير حتى 8 ديال الصور. دخلت أنا جوج صور، دخلت هاد الصورة هادي ديال هاواي نيت، ودخلت صورة ديال واحد الشخص، صورة ديال هاد الشخص، وطلبت منه أنه قلت له بغيت تصميم لهاد الشخص كيشرب من هاد المنتوج والكتابة تكون بالدارجة المغربية. عطاني هاد التصميم هذا، يعني خدا لي هاد الشخص، دار واحد شوية زوم على الصورة، قربو واحد شوية، عطاه هاد القرعة، ولا لاحظتو محيد لها حتى الغلقة ديالها محيدة. كتب هاد الكتابة هنا كذلك سميتو بالعربية بالدارجة المغربية. من بعد قلت له بغيت صورة الرجل المغربي جالس في قهوة مغربية وكيقرا الجورنال بالعربية. أبرز عنوان يكون في هذا الجورنال. هنا بغيت نختبر فقط واش قادر أنه يعطيني يكتب لي بالدارجة المغربية بشكل يكون باين، الكتابة تكون باينة وواضحة مزيان. طبعا عطاني هاد الصورة هادي، إلا لاحظتو مهم ما فيها ما يتعيب، يعني هي باينة مقهى مغربية، غير هي قديمة واحد شوية. كويس ديالها تاي جريدة رجل مغربي، الكتابة هنا بالدارجة المغربية، نانو بانانا برو غادي يغير كذا. كاين بعض الأخطاء اللي مازال كيديرها، مثلا هنا ما وضحاش هاد الكتابة هادي شناهي. هنا كاين أخطاء في هاد الكتابة بالعربية، ولكن الأساسي هو اللي ركزت عليه. أنا ركزت له على هاد الجملة هادي، دونك هاد الجملة كتبها لي بشكل صحيح تماما. جيت أنا من هاد الصورة قلت له بغيت نفس الصورة، يعني نفس هاد الصورة هادي، ولكن القهوة تكون، هنا أخطأت، القهوة تكون عصرية، يعني شي قهوة حديثة عصرية. عطاني هاد الصورة هادي نفس الشخصية نفس الجريدة، غير له هنا ديك الأتاي بالقهوة، وغير الشخصيات، طبعا غير بعض الشخصيات، وغير لي حتى القهوة والشكل ديالها، الكراسة، الطبلة، يعني ولات قهوة عصرية فعلا. يعني صراحة ما عندي ما نقول. جينا لهنا، أعطيته جوج صور. أعطيته هنا واحد صورة مصغرة، مثلا عندك قناة تاع اليوتيوب، بغيتي دير واحد الصورة مصغرة تكون احترافية، دير بحث على صورة مصغرة احترافية في نفس الموضوع ديالك، ودير عليها تعديل، تغير غير داكشي اللي بغيتي. مثلا أنا خديت هاد الصورة هادي وبغيت نغير غير هاد الشخص هذا، نحط في بلاصتو واحد الشخص تاني اللي هو هذا، حطيته هنا في الصورة، حطيت له صورة تانية وكتبت له هنا. المهم كان خطأ في الكتابة، قلت له بغيت الشخص اللي في الصورة الثانية ديرو بلاصة الشخص اللي في الصورة الأولى، وعطاني هاد النتيجة هذه. يعني داكشي رائع صراحة، نفس النتيجة. هنا الإشكال هو أنني أنا بغيت هاد الكتابة بالعربية، دونك مباشرة قلت له بغيت لي كتابة بالدارجة المغربية. هاد الكتابة هادي عطاني نفس الصورة، يعني حافظ على الشخص، غير واحد شوية في الألوان، ولكن نفس الملامح تقريبا نفس الشخص نفس الصورة، غير لي فقط الكتابة، قال لي هادشي خيالي، نانو بانانا برو، يعني ترجم هاد الكتابة اللي هنا ترجمها للدارجة المغربية. وهادشي اللي كاين في هاد الفيديو الجاي ان شاء الله. وصلتي حتى لهنا، اشترك في القناه، خلي شي تعليق ودير جيم للفيديو، وما تنساش تفعل الجرس باش ديما يوصلك الجديد.